السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا كتير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش بقى اتاخرنا عليكم، بس ان شاء الله راجع لكم بقوه. انتظرونا يا رب، هنعمل لكم حاجات حلوه ان شاء الله. ودعمونا كده واعملوا لنا لايكات وشجعونا كده عشان نجيب لكم كل حاجه جديده ان شاء الله. احنا النهارده مع بعضنا اهوت جايبين جلاش، وهنعمل جلاش حلو معانا اهوت. شوفوا شكله بعد ما طلع. احنا لسه بنوريكم يعني الصوره في الاول. دلوقتي مع بعضنا اهوت هنعمل الشربات اهوت. وبيكون خفيف كده يا جماعه. الشربات معانا كوبايتين سكر وكوبايتين ميه او وعصره ليمونه، او اللي عايزه تحط ملح ليمون، معلقه شاي ولا حاجه، وفيه رشه فانيليا. احنا هنا بقى سيحنا سمنه بلدي كده على البوتاجاز. وهنا جبنا الصاج اهوت اللي هنعمل فيه. احنا هنعمله معاكم بطريقه جديده، يعني مش هتحشيه. هو مش محشي ولا مكسرات ولا اي حاجه، هو ساده ومش مكلف خالص. احنا قلنا نعمله بس كده نبادئ مع بعضنا اهوت. بس هو سهل وبسيط خالص. بس بصراحه كان طعمه جميل. هنبتدي اهوت نكشكش مع بعضنا واحده واحده. شو احنا بنسنده، هنوريكم دلوقتي بنعمله ازاي. احنا هنا ماسكين ورقتين مع بعض وهنكشكشه مع بعضنا واحده واحده اهوت. شوفوا اكننا بنعمل المروحه بتاعت ايام زمان دي، لو انتوا فاكرين. هو واحده واحده مع بعضنا. بسم الله. تفضلي بقى تعملي كل الكميه اللي عندك وترصيها في الصاج بتاعك كده، او السرفيز الطويل بتاعك يعني اللي هتسوي فيه. يا ريت تبقى في سرفيز من اللي هو بتاع المكرونات ده. معلش احنا بنبين بس خطوه خطوه اهو قدامكم. الفيديو مش طويل يعني ولا حاجه. وهنبدأ نرصهم جنب بعض كده اما تخلصي الكميه. بنسند بالمعلقه عشان ما يتفكش. ايوه، ودهنين طبعا الصينيه بمعلقتين سمنه. حطيناهم سايحين اهوت، وخلينا السمنه في القارب بتاعنا كله. هنبدأ نسقيه بالسمنه كده، نوزعها عليه كده. الطريقه ديت يا جماعه مش بتخليه يشرب سمنه كتير ولا الكلام ده. شوفوا ديت تحط عليه كده، والسمنه اللي تتبقى في الاخر صفوها منه عادي. يا دودو، ايه يا ضي خلاص. احنا هنا اهوت كنا مسخنين الفرن على درجة حرارة 180، مولعينه من تحت بس. وهنحط كده، هنحطها على الشبكة قبل ما تحطهاش على الصاج من تحت عشان ما يتلسعش. هو بياخد حوالي نص ساعة او تلت ساعة في الفرن. هو بص ما بيقعدش وقت كتير، اصل هو يا دوبك هيلون بس من فوق ومن تحت ونطفي على طول ان شاء الله. انا بوريكم مراحل التسوية اهوت. شوفوا هي ضي زي الناس يا جماعه اللي بتسال على ضي بتسلم عليكم. شوفوا يا جماعه دلوقتي اديت له لون من فوق ولون من تحت ازاي، شكله جميل ازاي. هنبدا بقى لونه ذهبي من فوق ومن تحت. هنسقي بالشربات اهوت واحده اول ما بيطلع من النار بيتسقي على طول. نسقي بالمعلقه علشان يدخل في كل الفراغات. يعني لا، اما بتسقي نبقه واحده كده بيطلع مسكر قوي. ايوه، فانت بقى على حسب الكميه معاكي بتسقي بالمعلقه كده. اما تلاقي خلاص كله شرب عشان اللي ياكله ما يجزعش. ايوه، ما تلاقي كله شرب اهوت شربات. مش شرط ان انت تحطي الكميه اللي معاكي كلها. يا ريت يا جماعه لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. مع السلامه يا حبايب قلب.